السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم وتكونوا بالف خير ان شاء الله. طولت عليكم اليوم، ندير لكم طريقه كيفاش نرسمو في الميكرو، وان شاء الله تجيكم سهله. يلا نبداو، بسم الله. كيما هكا تكبري الرسمه على حسب القياسات. قياس تاع الرجلين 20 سنتيمتر كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه. هكا تكبري مليح الرسمة وتقيسي، كل ما تكبري وتقيسي الطول والعرض باش تجي قد. ونجيبو ورق الشفاف، انا ما عنديش ورق الشفاف، درت بالورق العادي، ومن بعد نطفي الضوء ونرسم تبان نورمال. اللي ما عندهاش دير كيما هكا، لازم نسلكو ريصارنا شويه ونشدو الورقة هكا شوية سكوتش. هكا طفيت الضوء، دركا راهي تبان الرسمة مليح. ونعاود بقلم الرصاص فوق الرسمة، نعاود هكا فوقها بقلم الرصاص حتى نكملها كاملة. ومن بعد كي نكمل الرسم هذاك نقلب الورقة فوق اللصقة، نعاود الرسم هذاك تجيك سهلة، ما كانش اسهل من هذه الطريقة. ان شاء الله تستفادوا وكملوا الفيديو للآخر. هكا نكمل الرسمة كاملة كيما هكا. ودركا هاي الرسمة هذه رسمتها لا مزروبة، هذه هي الرسمة كاملة. من بعد تقلبيها فوق اللصقة وتعاودي، وكيما هكا تانية في الصباعتين تكبري وتقيسي. استعملي هاد المترة تاع اللي يقيسوا بها الخياطات، اي تتباع عند اللي يبيعوا لوازم الخياطة، ماهيش غالية بزاف. قيسي بها كيما هكا 6 في الطول و2 سنتيمتر في العرض، تجي قد الصباعين. كي تجي تخدمي بها ترسمي، ما كانش من اسهل من هاد الطريقة اللي عندها الحاسوب. دير كيما هكا، تكبر الحاجة اللي باغيتها وترسمي، تدي القياسات المضبوطة وترسمي نورمال، وتعاودي تقلبي الورقة فوق اللصقة وتطبقي الرسمة وتقصي نورمال. اللي هذه هي الطريقة اللي يعانوا من الرسم. ان شاء الله تستفادوا. ودركا نروحو، كان اخوات في الخلطة اللي درتها من قبل قالوا لي ما عرفناش كيفاش وديك. هذا اسمه الكركدي، يجي هكا ورد احمر يتباع عند العشاب، تطبخيه في الماء يخرج يخرج لونه قرونة فونسي. وهذا زيت الشيح الحنية يتباع عند الكوسميتيك ولا عند العشاب تلقيه. هذا تخلطيه مع الحنة كي تعودي تعجني فيها، تقيسيه بالمغطى بالبوشون. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وهذا المونياكا، هذا محسن الخبز يتباع عند اللي يبيعوا حوايج الكاطو، هكا تلقيه، ولا عند العشاب تاني تلقيه كيما هكا. يجي داير كي السكر، يجي ملس، وكي تحلي الباطة لازم ريحته تعود هكا شوية قوية. لما كان لقيتي واحد ريحته ماهيش قوية يعني ماهوش مليح. وتخلطيه مع الزيت هذا الشيح ولا الدونتيفريس ولا الرب هو عصير التمر كيما نقولوا. وان شاء الله